بص، انت لو صاحب بيزنس ومعتمد على الكلام لتحفيز الموظفين وممكن شوية حوافز مادية كده صغيرة، كي بي ايز ميتينجز ويلا يا جماعة وهنكسر الدنيا ومصلحة الشركة واحنا مش عارف ايه والكلام الكبير ده، كل دوت هري ما بيخلش على الناس. ليه بقى؟ علشان الناس دي شغالة عندك، انت بتقول لهم انت عايز ايه وهم بيعملوه. هم مش نسخ منك، ما بيفكروش زيك، انت ما نقلت لهمش المينتاليتي بتاعتك. بس كده، هي ديت الغلطة. تقدر تقفل الفيديو لو عايز، بس انت لو عايز تعرف ايه بقى اللي مفروض يتعمل علشان تبني تيم بتاع سيلز بالذات قوي ومتين ونسخ منك حرفيا يقدر يعمل لك ريفينيو محترم جدا وانت نايم في التكييف، مش لازم كل حاجه انت تعملها بايدك وكل حاجه متابعه منك انت شخصيا. فركز معايا في الخطوتين اللي هقولهم لك في الفيديو دول. انا عمرو شعلان، وبعد اكتر من 20 سنه في الماركتنج ولبسات في الحيطه الحمد لله ما تتعدش في البيزنس، اتعلمت وفهمت ان اهم من الشغل مش تظبيط الشغل، هو اهم من الشغل ان احنا نعرف نجيب عملاء جداد علشان نعرف نبيع لهم الشغل عشان يبقى فيه شغل اصلا. فشير الفيديو دوت، يمكن ربنا يجعلك سبب في رزق حد تاني، ويلا بينا نبيع الشغل. في قصه صغيره كده عايز اقولها لك. حد كان بيحكي لي بيقول لي ان اول ما اشتغل سيلز جه المدير بتاعه قام جاي قايل له يا ابني انت عايز تفضل شغال وخلاص ولا عايز تعمل فلوس بجد؟ فقال له ايه السؤال الغريب دوت، ما انا بعمل فلوس اهو اوريدي. قال له لا، طول ما انت شغال بنفسك في كل تفصيلة انت كده عبد للشغلانه ديت. حتى لو بتعمل مليون جنيه في الشهر انت كده مليونير فاشل. عارف ليه؟ علشان ما عندكش الحريه. وراح رميله بقى الجمله اللي غيرت كل حاجه: الفلوس مهما كترت مش هي اللي هتدي لك الحريه، الناس والسيستمز هم اللي هيدولك الرفاهية الحرية. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك 24 ساعة في اليوم ومجهود بدني وذهني ليميتد، ايا كان كتير ولا قليل. لو معاك 10 بني ادمين بيشتغلوا بنفس طريقتك بنفس دماغك بنفس كل حاجة، يبقى كده انت معاك 240 ساعة في اليوم. طب لو 100 يبقى عندك 2400 ساعة في اليوم. طيب يبقى المطلوب منك ان انت تعرف ازاي تعمل نسخ من رقم واحد: اعمل الحاجة قدامهم. بطل تقول للتيم بتاعك يا جماعة اعملوا كونتنت، يا جماعة كلموا عملاء، يا جماعة اعملوا مش عارف ايه. ده اكبر غلطة بقى احنا بنشوفها من المديرين بيعملوها. دايما نشوفها في الميمز بتاعت اللينكد ان كده، يقول لك ايه الفرق ما بين البوس والليدر. ان هو البوس دايما يقول اعملوا سووا وكلام كبير، والليدر هو اللي بياخدك من ايدك ويشتغل معاك ويوري لك ازاي بتتعمل ويدربك عليها لغاية ما انت تتقنها زيه بالظبط وتبقى احسن منه كمان. هو ما عندوش مشكله في دوت، هو مش حاسس بالتنافسيه، هو قوي ممتلئ من جواه. فالكلام يا باشا ببلاش والناس مش عبيطه. عايزهم يعملوا كونتنت، اصحى الصبح اعمل فيديو حطه على السوشيال ميديا وشيره ليهم. عايزهم يعملوا مكالمات، سجل مكالمه ما بينك وما بين عميل ديل كبير عرفت تقفله وربنا كرمك فيه، وشير معاهم التسجيل بتاعه. خليك انت القدوه. الافعال بتلهم اكتر بكتير قوي من مجرد الكلام والاقوال. طيب ده يجيبنا الرقم 2: لما تقدر الاداء تكسب الولاء. مش لما الموظف بتاعك يقفل تارجت كبير فتقوم جاي رايح وسأله وتقول له ها نجيب لك ايه وبتاع كده. فات الاوان خلاص، بالرغم ان انت هتقدره اهو بس هو فات الاوان. الصح اول ما يتعين جديد تقوم جاي عامل سيرفي كده من الفورم اللي بيملاه في اول مقابله خالص، بيبقى فيه شويه اسئله كده بسيطه شخصيه. حبيت تعملها بالفورم دوت اوكي، لو ما حبيتش والافضل من كده كمان ان انت في علاقتك واسئلتك معاه الناس بتحب اللي بيسمع لها. ولما يلاقيك انت فاكر ايه المطعم المفضل اللي قالك عليه، او ايه الخروجه الجامده اللي نفسه ان هو يروحها، او ايه المكان اللي بيروح يجيب منه التيشيرتات والهدوم بتاعته ولقاك ان انت جبت منه، انت كده بتضرب عصفورين بحجر. اول حاجه انت بتقدر اللي هو عمله دوت، بس مش كده وبس، انت بتعرفه انه هو بني ادم. انا شايفك، انا مقدر اللي انت بتعمله. حتى عايز اقولك لو انت ما قدرتوش ماديا بالقدر الكافي الرهيب، الموضوع مش مادة. الموضوع لو انت عايز توصل للناس لان هم يبقوا نسخ منك مش موظفين شاطرين وبيطيروا في الضلمة وكل حاجة، يبقى لازم تعمل كده. لازم تطلع للليفل النفسي بتاع البني ادمين. ساعة مثلا ما يحقق التارجت هات له جيفت كارد من المكان اللي هو بيروح يشتري منه. اعمل لهم انسبيريشن مش مانيبيوليشن. المانيبيوليشن ده بيخسر دايما مع الوقت، لو نفع مره نفع التانية نفع التالتة، بعد كده خلاص هتتفقس. الانسبيريشن هو اللي بيدوم. من الاخر اعمل الحاجه قدامهم وخليك جاهز لمكافئته. اعمل نسخ منك شغاله معاك. وفي الاخر قولوا لي ايه رايكم نعمل جروب لرواد الاعمال نتكلم فيه مع بعض على التريكات ديت، ازاي نجيب عملاء جداد للبيزنس بتاعنا
ونتواصل معاهم ونحافظ عليه. لو عجبتك الفكره دي تقول لي في الكومنتس تحت، وانا ان شاء الله هكريت الجروب دوت وهحط اللينك مره تانية في الكومنتس. سلام.